السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يا ريت تزيدوا النبي صلاة. كده بإذن الله النهاردة هنعمل أكل خفيف جدا، يعني هو غدا بس صراحة خفيف، لأن دلوقتي في الغلا اللي احنا فيه ده مش هينفع كل يوم تطبخي، لأن الميزانية مش هتسمح. كل حاجة بقت مولعة في السوق، كل حاجة بقت غالية، فتحاولي تظبطي دنيتك على قد ما تقدري. النهارده هنعمل غدا ممكن يكفيكي انتي ويكفي البيت كله، بس على حسب الكميه بقى. انتي لو عندك عدد كبير زودي الكميه، يعني مش هيتكلف منك اي حاجه، تكاليف قليله جدا جدا جدا. ممكن توصل لتقريبا بتاع يعني 20 جنيه 30 جنيه 25 جنيه تاكل البيت كله لو 4 5 افراد. تعالوا بينا كده هنشوف احنا هنعمل ايه النهارده. دول كده حبة شيبسي، دول فايضين من العيال، زي ما انتوا عارفين كل واحد بياكل على دماغه. وسلقت بيضتين وقطعت قوطة وحتة جبنة قريش صغيرة وحبة مخلل صغيرين. دي بطاطس مهروسة، انا ههرسها دلوقتي، سلقتها. دي معلقة سمنة بلدي. فيعني يا ريت اكون اقدر اقدم لكم حتى ولو فكرة واحدة اقتصادية. نحاول بقدر الامكان عشان الدنيا اللي غالية دي، نحاول نظبط الدنيا شوية. وبكده انا هرست البيض على البطاطس وحطيت معلقه سمنه بلدي. يا ريت اكون قدمت لكم حتى لو فكره اقتصاديه بسيطه جدا جدا. وكان نفسي في مره من المرات ان انا اعمل معاكم البصاره، بس الصراحه زي ما انتم عارفين ان انا من الصعيد، فصراحه يعني ما اعرفش طريقه البصاره هنا قوي. انا اسمع عنها حاجات بسيطه بس عمري ما جربتها، لان البصاره عندنا في الصعيد تختلف تماما. البصاره عندنا في الصعيد اللي هي ايه، فول مدشوش، وبيتسلق على النار كويس قوي مع بصلة متقطعة وحبة ملح صغيرين. واول ما يستووا كويس بنضربهم في الخلاط كويس، بعد كده بنرجعهم تاني الحلة، نحاول نخففهم بحبة مية بسيطة. بننزل بمعلقتين ملوخية ناشفة، وبعد كده بنقللها تومة وحبة كزبرة ناشفة وحبة شطة في السمنة، وبنطش بيهم زي طشة الملوخية كده. دي البصارة عندنا في الصعيد. فلو فيكم حد الله يبارك له يكون عايز يفيدني ويقول البصارة بتاعتكم دي بتتعمل ازاي، يبقى كتر خيره. بس الصراحة يعني انا ما بعملش البصارة الصعيدي. ليه؟ لان اولادي مش بيرضوا ياكلوها. لو عملت حلة عدس الصراحة بتقعد لي في التلاجة، كل لما افتح باب التلاجة الاقيها في وشي، كل لما افتح باب التلاجة الاقيها في وشي انا. طب وانتي قاعدة لنا؟ صراحة بدلقها ليه؟ محدش بياكل معايا العيال، يعني بحس ان الميزانية خرمت مني اما اعمل عدس ولا اعمل بصارة. لان اعمل عدس من هنا والاقي كل واحد بياكل على دماغه من اليمة التانية، اللي يجيب كبدة بيجيب واللي يجيب كفتة من الشارع بيجيب. بعد كده بحس نفسي ان انا غلطت ان انا ما عملتش اكل في البيت. كده بحس ان انا صرفت اكتر من الاكل مرتين، وبالطريقة دي نفس الطريقة النهاردة اقسم بالله. يعني انا قلت لهم ان انا اعمل الاكل ده، قالوا لا احنا مش واكلين، كل انتي لوحدك. بصيت لقيتهم طلعوا همبرجر من الفريزر وقال له همبرجر، وعملوا رز بشعريه وجنبيه شيبسي. ربنا يعني كتر خيرهم، يعني ادوني حبه شيبسي وجابوا لانشون وخدوا جبنه برضو قريش وقطعوا السلطه وقعدوا ياكلوا كبروا دماغهم. بس الصراحه انا عامله الاكل ده ليه؟ عشان انا نفسي فيه الصراحه. وبكده يا ريت اكون قدمت حتى ولو فكره بسيطه، وكان ليا الشرف ان انا اكون معاكم النهارده. وعلى فكره في ناس جميله جدا 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 بتبعت لي تعليقات حلوه قوي، كتر خيرهم. وفي واحده ما تزعلوش مني، انا هقول حسبي الله ونعم الوكيل فيها، لانها يعني مش غلطت فيا، هي قالت لي منك لله السمنه غاليه والزيت غالي والحاجه غاليه. طب وانا اعمل ايه؟ امال احنا لو زي الشيفات اللي في التلفزيون اللي بيحدفوا بيدلقوا بكيس بازازه الزيت ولا 2 كيلو زيت في الطاسه؟ يعني مش عارفة هو الغلا كان بإيدي ولا أنا اللي غليت الدنيا. يا ريت بكده أكون حتى ولو حتى اتكلمت معاكم شوية، والمرة الجاية إن شاء الله هنتكلم مع بعض أكتر باستفاضة. وأحب أقول لكم أنا مين واسمي إيه ومن بلد إيه، وأي حاجة تحبوا تعرفوها عني يا ريت تكتبولي في التعليقات. ولحد كده أكون خلصت حلقة النهاردة، وكده أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.